اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج هتحوت في كاس العالم. اولا انتوا وحشتوني جدا، ثانيا مبسوط جدا بتفاعلكم، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين معانا في الايام اللي جايه. وقررنا ان احنا في اول حلقه من برنامج هتحوت في كاس العالم ان احنا في ظل ما القوائم عماله تعلن والاصابات عماله تحصل والتصريحات من هنا وهناك، ان احنا ندي نظره سريعه جدا في اول حلقه عن ازاي قطر بتنظم بطوله كاس العالم 2022. هي مبدئيا أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف حدث بهذا الحجم التاريخي. كانت قبل كده المغرب نفست عليه وإحنا كنا نافسنا، لكن لو سميناها منافسة يعني في نسخة 2010، وجنوب أفريقيا طبعا على المستوى القاري كانت أول دولة أفريقية تستضيف البطولة. لكن كون قطر كدولة عربية بتنظم البطولة ده بيلاقي دعما كبيرا مننا كعرب، وبيلاقي كمان حماسة شديدة. لكن على الجانب الثاني بيواجه انتقادات بعضها ممكن تصفه بالمنطقي وبعضها ممكن تقول انه لا مزودينها شويتين. تعالوا مع بعض نبدا بازاي قطر اساسا حصلت على الملف باللقطه التاريخيه اللي بنشوفها وهم كلهم واقفين بيسقفوا وهو بلاتر بيعلن عن استضافه قطر لبطوله كاس العالم. قطر كان بينافسها بدايه كده الولايات المتحده الامريكيه اللي كانت حاطه تركيزها على 2018، لكن بعد كده قالت لا احط اهتمامي اكتر على 2022. وكان معاهم استراليا كمان بتنافس، ده غير كوريا الجنوبيه، ده غير اليابان. دخلوا مرحله تصفيات عباره عن 4 جولات من التصفيات او من التصويت علشان مين اللي يستضيف البطوله في النهايه. وفي اول مرحله من التصويت خرجت استراليا بعد ما كانت الدوله الاقل حصولا على الاصوات بصوت واحد بس، فيتبقى معانا قطر، امريكا، كوريا الجنوبيه واليابان. وفي المرحله الثانيه من التصويت اليابان هي اللي استبعدت بسبب حصدها صوتين بس من اصوات المصوتين. عشان نوصل للمرحله الثالثه من التصويت ونلاقي منافسه ما بين قطر وامريكا وكوريا الجنوبيه، لكن كوريا الجنوبيه هي اللي بتستبعد في المرحله الاخيره بعد ما كانت الاقل حظا للاصوات من ال3 دول، ونلاقي المنافسه في النهايه ما بين قطر وامريكا. وقطر بتحصد الأصوات الأكثر ب 14 صوت مقابل 8 للملف الأمريكي، وسط ذهول من العالم ومفاجأة وانبساط من الجمهور العربي وبكل تأكيد الجمهور القطري. قطر بتستضيف البطولة ولأول مرة دولة عربية، ولآخر نسخة بتضم 32 منتخبا. ورغم ان كان التركيز كله على ان يكون دي النسخه الاولى اللي فيها 48 منتخب، لكن كانت قطر ما قايله ان هي مجهزه كلجنه منظمه فقط قدره على استضافه 32 منتخبا لهذا الحدث العالمي. وبدات بعد كده رحله الاستعدادات لاستضافه البطوله. ابدا بسرعه، ابني استادات، حط كل ميزانيه الدوله علشان تبني وتستعد للحدث اللي كل العالم هيكون بيتكلم عليك، مش بس وقت اقامته بل حتى قبل 10 سنين على الأقل من استضافة الحدث الكبير ده. الملف القطري مبدئيا كده رجح بسبب أو أكتر من الأسباب. رقم 1 إنه كان اعتبر قطر إن هي بتمثل المنطقة العربية كلها، وهي حصلت بالفعل على دعم عربي من كل الدول العربية الشقيقة علشان قطر هي اللي هتمثلنا وهي اللي قادرة إن هي تستضيف البطولة دي، وده مبدئيا اداها دفعة كبيرة جدا. ده غير إن جوزيف بلاتر قال إنه من حق الدول العربية إن هي تمثل كدولة مستضيفة في وقت من الأوقات، فجه الدور عليها. ونظر كمان نظرة مختلفة ليها باعتبار أن قطر كدولة صغيرة في المساحة قادرة على أن الاستادات المستضيفة لكل مباريات البطولة تكون قريبة من بعض، وبالتالي عندك قدرة أنك تفكر تتفرج على مباراة وتروح تفكر تتفرج على مباراة تانية، وبالتالي بعكس ملف أمريكا اللي أنت هتروح من ولاية لولاية تانية عقبال ما تخرج من الاستاد أساسا هيكون الماتش التاني قرب يخلص زي ما انتوا عارفين. وده اللي رجح ملف قطر. لكن كمان كون قطر قادرة على ان هي تواجه مشكلة درجات الحرارة اللي متعودين ان هي بتتلعب في يونيو ويوليو، فقالوا ان احنا عندنا قدرة على تبريد الاستادات، ده غير اقامتها بشكل مختلف في شهر نوفمبر وديسمبر لأول مرة في التاريخ، خلى قطر منظور اليها نظرة ان هي قادرة، لكن في نفس الوقت نظرة هو ينفع نغير الريتم والروتين علشان دولة تستضيف حدث عالمي زي ده. وهنا بدأت رحلة الانتقادات. من أول ما قطر حصلت على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022 بدأت حملات واضحة وقوية ومتصاعدة في انتقادات استضافة قطر، سواء لانتقاد قطر نفسها أو الانتقاد اللي منحوا قطر حق استضافة البطولة.
البداية كانت من خلال الصحف الغربية وتحديدا البريطانية والأمريكية اللي وجهت تهم الفساد والرشوة للمسؤولين اللي منحوا قطر حق استضافة البطولة، وأشاروا بشكل صريح إلى أن قطر دولة غنية من الناحية المادية سواء بسبب البترول أو الغاز، وأن هي أكيد قوتها المالية كانت سبب من أسباب حصولها على حق استضافة المونديال. لكن كمان راحت الأمور لنقطة أكثر قوة وأكثر تأثيرا، وهي فكرة انه الدولة القطرية لا تعامل العمال المعاملة الامثل، وان هي ضد حقوق الانسان. هنا كانت النظرة على مستوى العمال اللي كانوا بيبنوا الاستادات واللي كانوا بيشتغلوا في ظروف مناخية صعبة، وان اشاروا الى ان عدد من العمال بالفعل كانوا قد ماتوا بسبب ان هم بياخدوش الطعام المناسب ولا الرواتب الملائمة للظروف اللي هم شغالين فيها. وقامت حملات انتقادات واسعة جدا في وسائل الإعلام الغربية، وكانت قطر في أغلب الوقت إما صامتة وإما بتؤكد إنها قادرة على إن هي تنظر للانتقادات دي بشكل جيد، وإن هي تحسن من الوضع المعيشي، وضع العمال اللي شغالين في الاستادات دي. ده غير طبعا الحديث عن امور تانية تخص حقوق الانسان من وجهة نظرهم، زي قصة LGBT وهي حقوق المثليين، وانه قطر قوانينها كدولة اسلامية بتمنع انه يبقى في اساسا حاجه اسمها المثليين في دولتها. ده غير طبعا ان قطر كدوله اسلاميه بتمنع ان يكون في شرب للكحوليات في المناطق العامه. وهنا ردت قطر وقتها بان هي هتسمح وقت تنظيم البطوله بان هي في الاماكن العامه يكون في شرب للكحوليات، وحاولت توضح اكتر من مره ان هي هتحاول تعمل التوازن الخاص بحقوق المثليين او حقوق الانسان طبقا للنظره الغربيه وطبقا لنظرتها هي كدولة إسلامية عندها قوانينها الرافضة بكل تأكيد لمثل هذه الأمور. لكن كمان استمرت الانتقادات بنوعية برضو المناخ، وإنه إزاي يتنقل كأس عالم اللي احنا متعودين عليه إنه يتلعب في الصيف إنه يتلعب في الشتاء، وهكذا من الانتقادات. أفتكر إن كان في تصريح لوزيرة الداخلية الألمانية في وقت من الأوقات وقالت فيه إنه تنظيم البطولة في قطر هو أمر خادع للغاية، وصفته وقتها بانه ما ينفعش كاس العالم اللي ليه معايير خاصه بالاستضافه والدول اللي ينفع تستضيفه يتلعب في مثل هذه الدول، في اشاره الى دول الخليج العربي اللي منها المنظمه قطر. الحقيقه انه في وسط هذه الانتقادات كان في كمان انتقادات عربيه موجهه لقطر وقت المقاطعه العربيه من خلال عدد من الدول لقطر، فكانوا هم كمان برضو في اكتر من مناسبه بيتكلموا على هذه الظروف الصعبه اللي ما ينفعش قطر تستضيف فيها المونديال. لكن لاحقا وبعد المصالحة العربية اتحلت الأمور وبقت الدول العربية داعمة لقطر في الاستضافة، بل وعادت من جديد لاعتبار أنه ده فخر لكل عربي، وده بالتالي قوة من الوضع أو الموقف القطري في مواجهة كل الانتقادات الغربية اللي موجودة، بل بالعكس خلى قطر كمان تبقى أقوى وخلاها كمان تبقى أكثر ثقة وهي بترد على الانتقادات الموجهة. بالعكس قطر نفسها كانت بتسعى لهذا الصلح، من ضمن أسباب السعي للصلح ده هو فكرة إن هي يبقى عندها دعم عربي في استضافة المونديال ضد كل المحاربين لاستضافتها. طبعا شفنا بقى حملات مقاطعة وشفنا رغبات من بعض اللاعبين في انهم ما يشاركوش، وبعض المنتخبات قالت هيلبسوا تيشيرتات وهينزلوا بيها، سواء هاري كين اللي قال انه هينزل بإشارة مكتوب عليها وان لاف، او منتخب الدنمارك اللي قال ان هو هينزل او هيصمم التيشيرت ضد الهجوم على حقوق الانسان او ان هو يدعم بيه حقوق الانسان. دي كلها كانت انتقادات وصلت في وقت من الاوقات الى حد تساؤل: هل سيسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر؟ لكن قطر كان ليها اكيد اكتر من رد سواء رسمي او غير رسمي. اما على الرد على الانتقادات فكانت البداية من الناحية الشعبية من خلال الجمهور العربي اللي عمل هاشتاج اسمه انا عربي وادعم قطر في اطار دعم قطر لاستضافة مونديال قطر 2022. والحقيقة انه في الناحيتين كان في بعض المبالغات، بمعنى انه في ناس كانت بتوصف الامر بانه قطر دي مستحيل تنظم كاس عالم وان احنا هنقاطعها وانه ما ينفعش وانه دي هتحصل فيها مصايب وانه الناس اساسا رايحه تغطي البطوله عشان تتابع المخالفات اللي هتحصل وقت البطوله. الناحيه الثانيه كان في بعض المبالغات اللي وصفت استضافه قطر للمونديال ان هو هيكون افضل تنظيم في تاريخ المونديال، والحقيقه انه حتى وان كانت في بعض المعطيات الايجابيه لده فانت ما تعرفش تجزم الجزم الواضح بان التنظيم اللي جاي هيكون الافضل، وان كنا
نتمنى ده بواقع ان قطر هي دولة عربية، والمصروفات الكتيرة اللي انفقت فيها والدعم العربي اللي حاصل ليها. لكن كمان كان في غير الحملات الشعبية لدعم قطر حملات كمان واضحة من خلال بعض الردود. أبرزها كان محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية، اللي قال في تصريحات ليه: أنا عربي ومسلم ومش هغير ديني وعاداتي وتقاليدي وما يأمرني بيه الدين عشان 28 يوم هستضيف فيه بطولة. زي ما احنا بنحترم الدول الغربية بقوانينها، لما بنروح لهم هم كمان لازم يحترموا ديننا الإسلامي وقوانيننا لما يجوا ناحيتنا. ده كان الرد الأكثر وضوحا. لكن الرد القطري الرسمي كان من خلال القمة العربية اللي أقيمت في الجزائر من أيام قليلة جدا، واللي في ختام هذه التصريحات طلع بيان ختامي من الدول العربية كافة بتدعم فيه استضافة قطر للبطولة وبتؤكد دعمها اللامحدود لقطر. أما الرد الرسمي الأوضح من خلال قطر، واللي بعد ما كانت بتقول للناس تمام هنعالج هنهدي هنغير القوانين ما تقلقوش، قرروا ان هم يردوا لأول مرة بشكل أكثر وضوحا في افتتاح عقد جلسات مجلس الشورى في آخر أكتوبر اللي فات في قطر، لما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قال ان احنا بنتعرض لحملات غير مسبوقة، وكنا الاول بناخدها بحسن نية، لكن اكتشفنا انه فيها بعض سوء النية من الدول المنتقدة لينا، وان احنا في النهاية هنستضيف البطولة وهنعملها بشكل مناسب لكل الدول الراغبة في التواجد من خلال جمهورها. في النهاية اللافت للنظر هو انه مفيش حد قاطع البطولة، واللافت للنظر انه حتى حملات بعض اللاعبين ان هم ما يشاركوش في البطولة لم تأتي بنتيجة نهائية، بل وفي النهاية هيشارك، وده امر ايجابي جدا بالمناسبة. النظرة اللي ممكن نقولها انه اكيد في نظرة سياسية وراء بعض هذه الانتقادات، وانه اكيد في بعض الامور اللي ممكن تكون مش كلها رياضية او مش كلها خاصة بحقوق الانسان وراء هذه الانتقادات، ولكن الاكيد ان احنا لو بصينا لها بشكل كروي بس نتمنى ليها ان احنا تكون ممتعة وان الناس تركز فيها ككورة بس، زي ما قال بعض المسؤولين في الايام اللي فاتوا، وبعكس بلاتر اللي رضخ لهذه الهجمات الشرسة، وبعد سنين من تنظيم البطولة او منح تنظيم البطولة لقطر طلع قال كان قرارا خاطئا وانا المسؤول عنه. وفي ختام كلامنا هستنى كالعاده تعليقاتكم، رسائلكم، انتقاداتكم، اختلافاتكم، نقاشاتنا مع بعض اللي مستمره دايما. وما تنسوش كالعاده تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والكلام بتاع اليوتيوب. يلا بينا.